العيال يا اختي نزلوا راحوا المدرسه، قلت اما اتبخر واتعطر. رحت حتى ايه بتاع البخور ده، لقيت فتحه كده يعني ثقب في الحيطه، ثقب. رحت حطاه في الثقب ده. المهم وقعدت بقى وساعات تشيني وساعات تحطيني يعني. طولت عليكي؟ قولوا لي طولي عادي اخد راحتي. المهم رحت ايه قاعده وناسيه عوج البخور والع. المهم حد ما يقرب يخلص، قلت خلاص مش عارفه امد ايدي اجيبه، ده دخل في الخرم، جايه بمد ايدي عشان اجيبه، هو لسه ايه اخر حته فيه كده مولعه صغيره، جايه بمد ايدي قلت اشيله لحسن يعني يتفي ولا حاجه. لقيت وقع جوه ايه الحيطه. واخدين بالكم انا بقول لك ثقب في الحيطه، خرم في الحيطه. المهم وقع جوه الحيطه، يتفي بقى على دي. لما بقى وقع جوه الحيطه فببص كده وبضرب بعيني، هو وقع في لقيت صندوق، هو وقع جوه الحيطه وفي تحت الحيطه تحت الخرم ده صندوق. ببص على الصندوق ده لقيته عداد الكهرباء بتاع الشقه كلها. وانا لوحدي في الشقه، وانا بخاف حاجتين وقولوا لي ترعبي منهم يا بومبا، غير طبعا الحيوانات والطيور والحشرات، عشان انا اي شيء زاحف او بيمشي او بيطير بخاف منه. المهم لقيت البتاع وقع، ببص لقيتها وقع في عداد الكهرباء من جوه. عملت ايه بقى؟ قولوا لي عملت ايه يا بومبا؟ واتصرفتي ازاي بخبرتك في الموقف، في هذا الموقف العسيب الرهيب المهيب؟ عملت ايه بقى؟ خفت، اترعبت، بقيت اترعش وقلبي يتنفد وانفاسي تتصاعد. عملت ايه؟ كنت لابسه جلابيه نص كم وايه شانيل تحت الركبه بحاجات بسيطه يعني، انا عند الوحش. المهم رحت داخله عامله ايه بقى؟ رحت جايبه شنطتي بتاعت الخروج، حاطه فيها الموبايل ورحت لابسه خمار الصلاه على الجلابيه الشانيل وعلى شبشب البيت. رحت فاتحه باب الشقه على اخره، في قدام باب الشقه كده نفس المسافه اللي انا واقفه بكلمكم منها والحته دي كرسي، رحت قاعده عليه. عملتش كده وقاعده عيني على الحيطه زي ما بوصف لكم، والله عيني على الحيطه كده ابص مستنيه يفرقع بقى. والله مستنيه يفرقع، ما يفرقعش ولا ترعش. هو طول ليه؟ هو ما فرقعش ليه؟ فضلت قاعده متوجسه خيفه مرعوب. شيروا اللايف خلوا الناس تشوف الخيبه التقيله اللي الواحد بيبقى فيها لما بيخاف ولا بيتخض. الخوف بيشيل التفكير، وانا من الناس اللي لما اتخض او اخاف او اتحط في موقف يشيل الحركه كده تلاقي دماغي تقف. كويس ان انا جه في بالي اصلا ان امسك شنطتي واتانشك واتعيق والبس الخمار. كويس اني ما فتحتش باب الشقه وجريت، والله لبست الخمار على الجلابيه النص رجل وحطيت موبايلي في الشنطه. اهم حاجه انا قلت اصل انا حيلتي ايه حسره، حيلتي ايه هخاف عليه؟ ما حيلتيش غير شنطتي فيها بطاقتي وموبايلي بس كده، ده كل ما املكه من الدنيا، وعيالي بره البيت الحمد لله، الف حمد وشكر. قلت ايه ابقى انا انفد بجلدي سهل خفيف. رحت ايه فتحت باب الشقه على مصراعيه ورحت قاعده على الكرسي وعمال ابص على الحيطه. ما انت ما بتفرقعش ليه؟ التذنيبه دي ايه؟ المواعيد البايظه دي ايه؟ المواعيد دي انا حبش حد يجيني ميعاد ويذنبني ويعشمني على الفاضي. انا اتعشمت واتعيقت واتغدرت وجرست. الله ما جيتش ليه وفرقعت في الميعاد اللي انت المفروض تفرقع فيه؟ فضلت قاعده متركبه بس انا خايفه كل ده على فكره. وقال فاتحه باب الشقه ليه بقى؟ عشان اجري اتزقل بره على السلم سهل على طول يعني، مش لسه هفتح، ما انا مرعوبه. فلقيته اتاخر، رحت قايمه مقربه وايه حاسه الشم بقى، مفيش فرقعه، في هدوء، ولا ده هدوء ما قبل العاصفه؟ طب لا يكون مستنينا اما اقرب منه يروح مفرقع ومفجر في وشي. عجبت بصيت لقيت فيه صاج برواز حديد
بره، ها العداد متبروز بيه، اكتشفت ان انا ممكن اشيله ابص جوه. شفتي بقى ده كان واقف بقى لما هديت شويه ولقيت الفرقعه اتاخرت، رحت شايله الصاج، لقيت العود بتاع البخور الخشبه اللي تحت ومطفي خلصان. الصراحه رحت عامله كده. الحقيقه انا بعتذر منكم على هذا السلوك، بس ده اللي عملته ساعتها. وشتمت. اتضايقت اتخضيت واترعبت ولبست خماري على جلابيتي المقزعره، وقعدت بشبشب البيت مستنيه الحادثه. الحمد لله انها ما حصلتش. بس طب ليه تخضني؟ ليه؟ ده مقلب، كان مقلب انا اللي عملته في نفسي باين، صح؟ تفتكروا انا اللي عملت انا سبتش الاكل، واخدين بالكم؟